مين كان يجيب لك الرشوة تبع يشار؟ مخلص جمركي اسمه رستم. وهذا الزلمة وينه؟ قالوا نحن قلنا لحالنا انه مراد علمدار رجال وفي، ما بينسى الناس اللي كانوا بخدمته بالزمانات ولا بيتركون، وبيعطي روحه مشانهم، بس للأسف طلعوا غلطانين. يلي سمعته صحيح. انت بتسمع كل شي صح، بس بتسمعه ناقص شوي. هو بيعطي روحه من شان أصدقائه، بس بياخد رواح كتيرة قبل ما يعطي روحه. شايف يا سيد تركي؟ شرف الدين ابن مبارح صار هلأ أهم من تركي بالنسبة إله. عم بيقول يموت بس ما بيعطي شرف الدين، وقال لي اعمل اللي بدك إياه بتركي. كل شي بقوله السيد مراد علمدار بكون هو الصح. ما شاء الله. سمعت يا مراد علمدار؟ لهلأ تركي بيصدقك وبيحكي عنك بالمنيح. يشار، اترك تركي خليه يجي لعندي، لأني إذا بروح لهنيك أو وصل لك يا برجله مشان ما عاد يقدر يتحرك. لهيك إذا بتفضل تعال، وإذا بدك لا تعذب حالك، بعت لي شرف الدين وأنا رح أبعت تركي على المستشفى تبعه. الهان أمرني. وقفوا نزيفه لهذا الغبي لأحسن ما يموت. روحوا جيبوا ضمادات لرجله. هذا عنوان المخلص الجمركي. انتوا روحوا على البيت. عابد انت خليك معه. حاضر معلم. معلم، إذا اتصلنا بألبير بجوز يكون بيعرف حدا من جوا، ويمكن يقدروا يحددوا المحل اللي حكى منه يشار معنا. ما عادوا يعطوا ألبير عنوان دكانة يا عبد الحي. معلم لو تتصل بالست المدعية بتعرفه بدقيقتين. بيصير، ومنروح على المجلس العدلي. إذا كانوا كل النسوان بيناسبني. خلي المرة تبعك تجي لكان. طالما في مدعية فبتصير الأمور تمام. معلم لا بقى تقول عن هي المرة تبعك وما تبعك. حتى المزح مو مقبول. شو فيها من المرة؟ ما هيك عبد الحي؟ مو على أساس الرجال بينحب ما بيحب أخي، ما هيك؟ معناتها خليها تحبك إلك. قطاع الطرق بيحبوا بعضهم. أنت سيد رستم؟ سيد رستم طلع، مين بده إياه؟ أنا ما بعرفك، ماشي الحال. شلون أنت ما بتعرفني؟ أنا شو عرفني شو عم يعمل السيد يشار؟ رستم، معك 60 ثانية لحتى تحكي، ومن صالحك إنه تحكي. كان بكفي تسألني هيك؟ طبعا راح أحكي اللي بعرفه. رستم
يشار وين حاطه لتركي؟ معلم انا ما بعرف وين بيكونوا حاطينه، بس لازم تشوفوا مستودعات يشار كلها. رح بعطيكم القائمة. ال60 ثانية خلصوا. خلص رح احكي. لك طالما بتعرف ليش ما عم تحكي من الأول؟ خلص والله بدي تعال احكي. هون. والله بدي احكي. يلا احكي لك. خلص. مرحبا يا شاب. مراد علمدار مانو هون؟ لا، مين بده اياه؟ إرسوي أولوبي. انت اللي اسمك عمران؟ ليش حضرتك بتعرفني؟ بس انا ما سبق والتقيت فيك. اسمح لي صافح ايدك اللي قوصته الاسكندر. ما طلع من القصة شي، عملنا شغلة بس ما كملت. المعلم مراد هو اللي كملها. امتى بيرجعوا الشباب لهون؟ ليش خير؟ إذا في شي مستعجل بتصل. بدي عزبك تتصل معلش. جاي بسبب قضية السيد تركي؟ جاي مشانكم كلكم. شرف. شو عمران؟ معلم اجا واحد يمكن بيعرف محل السيد تركي. مين هو؟ اسمه إرسوي أولوبي، زلمة مهذب كتير. مين هذا إرسوي أولوبي؟ نحن شو قلنا علاقة بإرسوي أولوبي معلم؟ ليكون عمران سامع اسمه غلط. عمران سمعت اسمه منيح؟ ايه معلم. روح اسأله مرة تانية. عبدو، أنا ما عندي مشكلة بالذاكرة مثلك، أنا بتذكر منيح. لما اقول لك اسأله بتسأله. ليش عم تبالغ؟ ما فهمت. يكون مين ما كان، لما منروح منسأله. أخي أنت بتعرف مين بيكون إرسوي أولوبي؟ شو يعني مطرب؟ كان مشهور وقت كنت صغير ويمكن بتحبه لهلا. عاد المؤاخذة بدي عزبك، حتى ما أقول اسمك غلط، ممكن تعيده مرة تانية؟ إرسوي أولوبي. عبد الحي بيعرفني منيح. عنده مشكلة براسه هاي الفترة، لو من زمان كان تذكر فورا. سمعت يا عبد الحي؟ سمعت، خلص سمعت. انت استضيفه عمران، نحن بنخلص شغلنا وبنجي بسرعة. ماشي معلم. شاي ولا قهوة؟ بشرب قهوة من عندكم. هذا زعيم المخابرات؟ زعيم المخابرات وعراب الجواسيس والمنظمة والسرسرية والمهربين كمان. عراب كل هدول. جاي من شان رجاله؟ أكيد ميماتي. وهذا كمان منحفر له جورة، ليش آكل همه؟ شو كأنه عاملين حملة تشجير معلم؟ إرسوي هذا عريشة مو شجرة، يعني ما بتعرف وين بتبلش إيده ووين بتنتهي. دخيل مبالغاتك وهذا الحكي تبعك، بالغ. قول إنه أكبر من اسكندر كمان. ما بعرف إذا أكبر ولا أصغر، بس على الأقل اسكندر عنده شوية أخلاق، بس إرسوي ما عنده بنوب. هالخنزير كان عنده أخلاق حتى يقتل مرتي وبنتي؟
اتركوا هدول. طمني عنك تركي. بشوفتكن هلا صرت احسن معلم، والا انا مليان وساخيل عن هالحاله رطيت على الزباله. تركنا هلا من الزباله، طمني عن رجلك. تقوصت قبل هالمره كمان، وقتها قوصني المرحوم سيفو، بس هي اول مره بوقع فيها بحاويه زباله. حسني، خذ السيد تركي على المشفى. تحت امرك معلم. بالاول يغسلوه بعدين يعملوا له عمليه، والا بيصير معه جراب. الله لا يقدر، بموت احسن لي. سندني منيح. اتصل بيشار، قل له داهموا المحل تبعنا. قول تاني، أنا ما قلت لك ما تتصلي إذا ما في شي كتير مهم؟ ماشي، لا تنقي، قولي شو فيه. لا تضلي تقولي علوش. معلم، أخذوا علي مماتي على المشفى. انت روح مع تركي، خير شو في؟ قال عم يضل عم يبكي. هذا الولد طباعه مثل البنت، ما بعرف شو قصته. ايه ميماتي، انت لازم تروح تشوف ابنك. أنا آسف معلم، قلت بنت بالغلط. بنتك ما عم تطلع من بالي معلم. وانا ما عم تطلع من بالي يا ميماتي. الهان، مراد قتل جماعتنا مو هيك؟ لا ما قتلون اغا. كثير منيح، معناتها روح انت اقتلون. الاغبياء اللي ما بيقدروا يحافظوا على زلمه عندهم ما بيلزموني. تأمر امر اغا. الهان، انت خبرت رستم بالمحل؟ لا اغا، بس هو بيعرف محلات المستودعات تبعنا. اذا ما كانوا قتلوا رستم لسه انت بتقتله. بس بدون السيد رستم رح نتعذب كتير بالجمارك. الهان، إذا ما بدنا نقدر نشتغل بدون رستم، نحن ليش عايشين؟ اسمعني منيح اخي، بالاول بدكم تغسلوني، بعدين تعملوا عمليه، ما قالوا لكم هالشي؟ لا تسعفوا واحد جربان، اوعى ها، بالاول بتنظفوني منيح. ليش عم تبكي يا ابني؟ مو عيب؟ تعال شوف. هوبا، ما بتقول أبي مشغول وما فاضيلي؟ ها؟ قال شغل قال. انت روح اركض ورا رجل تركي المجنون. علوش، صار لازم نطهره أخي. طهور شو؟ قال لهيك عم يبكي، الولد ما عم يحسن يعملها، قال مسكرين المجاري البولية. طيب وليش بعتوا لي؟ كنتوا اعملوها دغري. حسني، بعت لي ورا الجراح. ما بيصير حبيبي. هذا الحكي، لأنه هالولد يتيم. بدك تعملها بدون حفلة معقولة؟ ن ن ن ن ن رح تجيبي لي آخرتي بالنق تبعك. علوش، شو بدك تصير رجال؟ ها؟ وينهم هدول التافهين؟ ليكن اجوا. تعال لشوف يا إلهام. مو هون قوص معلمك على تركي؟ ماشي، بتقله لمعلمك يشار من هاللحظة وطالع إياه يخطي خطوة واحدة تجاه رجالي. ان شاء الله صحة. ها هي اجا المعلم. جيت بدون موعد، بتمنى ما أكون عطلتكن عن شغلكن. لو أعطيني خبر ما خليتك تنتظر.
عمران الله يخليه قام بالواجب واكثر. استغفر الله، بتشرفنا بكل وقت. معلم شو رأيكم فنجان قهوة؟ ايه ما في مانع. شو شلونك زلفو؟ سمعت انه صاروا بينادوا لك عبد الحي. مزبوط سيد أرسوي، مانك متغير كتير. ختيرنا شوي، بس انت متغير كتير ومنيح هيك، صاير مثل النمر. كلك ذوق. تفضل ارتاح. شو أنسبيري؟ ما عم نشوفك. بهالشغل صديقي عمران، السيد ميماتي جوا؟ لا ما هون. الحقيقة إذا شرحت للسيد مراد بيكون أحسن. بس هلأ في عنده ضيف المعلم. بنتي شو جاي تعملي هون؟ إذا بتنادي لي بيري بيكون أحسن. ليش اجيتي؟ في شغلات بتتعلق بالشغل لازم استشيركم فيها. استشيري ابوك ست بيريهان، هو كمان شريكنا. هذا المحل بالنسبة إلك يمكن بارد شوي. ولا يهمك، ما رح اخذ من وقتك غير دقيقتين. بيريهان يلا حبيبتي يلا روحي لعند بابا ممدوح وهنيك اهتمي بالشغل، ولا بقى تجي لهون كل ما بدك تحكي شغلة. إذا بدك تقولي لي شيء إلي أنا بمر عليك يوم التنين. عمران وصل الأخت بيري على الباب. تفضلي. مساء الخير. يمكن بتعرفوا لميماتي. بسمع فيه. الحقيقة الشباب حكولي عنكم كأنكم أسطورة. لا يحرمنا من هالشباب، مين ما كانوا هالشباب. كيف بقدر ساعدك سيد إرسوي؟ خير في شيء؟ 4 من الزملاء عنا آخر شيء أخذوك بالسيارة تبعهم، وبعدين ما عادوا بينوا. جاي اسأل إذا عندك أي معلومات عنهم. مين هدول؟ بدهم يكونوا المرافقة تبع ضيفنا. ومين الضيف تبعكم؟ أنسبيري، عم تحاولي تسحبي مني حكي بجمالك الأخاذ بعرف، بس الفضول ما منيح أبدا بالعالم اللي تحت الأرض. مع ذلك أنا رح خبرك بشي. ضيفنا زلمة أكابري ومحترم كتير، يعني رجل دولة حقيقي. قتلت لك يا هون. السبب؟ لأنه نقل له احترام. حلال عليك، يسلموا ايديك. أنا ما بقبل باللي بقلل احترام. لو كنت عرفت بهذا الشيء، لو ما أنت يلي قتلتهم أنا كنت قتلتهم. بعد ما تعرفنا على حضرتك وحكينا معك ما عم بقدر افهم ليش هالجماعة كانوا قليلين احترام معنا. الرجال الجاهل مثل ما بيتصرف معك بيتصرف معي سيد ميماتي. ما علينا، أنا جاي لهون أحكي بالشغل، مو لا أحكي بهذا الموضوع. تفضل عم نسمع. تعرفوا كانوا الشباب عم يشتغلوا بالدخان المهرب تحت إيدي. السبب؟ أنت كمان كنت عم تدير تشكيل، بس أحيانا تضطر لمصدر دخل مشان التشكيل. ونحن كونا ميزانية مستورة لإلنا، بس الزلمة تبعكم شرف زازا أوغلو دخل على القطاع تبعنا وضربنا وخسرنا كتير بسببه. في عندي رجاء عوضوا لنا هي الخسارة تبعنا. وقديش هي الخسارة؟ مع عقوبتها 25 مليون دولار. المصاري مو مشكلة. إذا زازا غلط بالشغل تبعه فبيكون علي تصحيح هذا الغلط قبل الكل. ايه والله،
بعد ما يجيب زازا المصاري تبعنا قولوا له، وهذا الحكي إله ولغيره طبعا، شغل الدخان وشغل المازوت وشغل المخدرات وكل شي هيك ما رح شوف حدا منهم عم يشتغل فيه. حسب ما عرفت انكم عم تشتغلوا بالخشب. انا ما عندي مانع انكم تشتغلوا بشغل يجيب ارباح كبيره. قلت لي انك جاي بموضوع تجاري وفرضت علينا عقوبة. عم تفرض خوة. انا يلي بعرفه ان التجارة ما بتصير هيك. يا اما بتفرض عقوبة او بتفرض قواعد. لريحك انا ما عم اطلب شي مشاني. هي المصاري له حق فيها اليتيم اللي لسه ما كبر. دقيقة عم تبيعوا سجاير تهريب وعم تسرقوا من الدولة، ولا بلا ما نسميها سرقة؟ عم تعملوا يلي بدكن اياه وبتصرفوا على اولاد الناس اللي بتعدموهم؟ انا اجيت بنية طيبة وحابب انه صلح الامور، وعطيتك رقم رمزي وصغير لحتى ما المسك ولا المس زازا. شكلك بتنسى يلي بتقوله. فرضت علينا نحن كمان انه ما نشتغل شغل تاني. عم اعطي الكل فرصة ليضلوا عايشين. الكل بيعرفوا قديشني كريم. فعلا انت زلمة كريم. تعطيني روحك هلا اذا بطلبها منك، ما هيك؟ نحن ما تفاهمنا انا وياك. احسن شي نحكي من الاول. انا رجالي مفقودين. انت يلي قتلتهم؟ انا يلي قتلتهم. منيح. معناتها انا رح اقتل رجالك واخذ بالتار. مقابيل 4 من رجالي بدي 2 من عندك، عبد الحي وميماتي. اعطيني اياهم ومنروح متصالحين. يلا خلينا نروح. كأني ما كنت عم احكي معك. وقت اللي انا بسأل سؤال بطلب جوابه من اللي سألته ياه. انت من شوي قلت الزلمة الجاهل جاهل بكل محل. يا سيدي كلامك مزبوط. انا ما بحكي مع الجاهل مشان ما يضيع كلامي. انت هلا دايس بساطي وشربت قهوتي فرح سامحك. واذا بشوفك بعدين قدامي لاني قتلت رجالك الوسخين عيونك تنتين بقلعن. رح تضل تشوفني كل يوم بمنامك ولشوف اذا حتقلع لي شي. استغفر الله. انت بتشرفنا دائما وإلك اخ هون بكل وقت. بابي مفتوح إلك دائما يا ابن النمر الأصيل. بأي مدرسة بيعلموا هدول التافهين انه يحكوا مع الناس هيك؟ معلم خليني اوصه وهو نازل على الدرج. الزلمة معه سيارتين مليانين رجال، وين بدك توصوه؟ يا الله قديش هالزلمه واحد مهذب واكابر. ان شاء الله بنشتغل معه دائما وتكون فاتحة خير علينا. طب من اوص له رجاله كمان، الشغله رح تكبر. شو عم تقول انت؟ السيد الأكابر تبعك اجا طلب راسي وراس عبد الحي. مو معقول ابني، هذا الزلمة معلمه لهداك السافل يلي أهانه للمعلم مراد. شو بدك أكتر من هيك؟ واحد ندل. أنا أجدب لأني احترمته. معلم تسمح لي روح صلح غلطتي فيه؟ نحن يلي لازم نوصل هالزلمة. حبيبي أنا عندي هون ما في إسعاف. ليش جيتوا أنت هيك؟ أغا إذا بدك تقتلني ليش لا روح على المستشفى على الفاضي؟
لو تعرف قديش بحبك يا إلهام. على القليلة أنت بتعرفني منيح. إلهام لا تزعل مني، يمكن أنت توجعت شوي، بس معلمك دخل على اسطنبول 50 كيلو كوكايين. وإمتى عملت هالشغلة يا آغا؟ حبيبي أنا شو إلي شغل مع مراد لحط راسي براسه؟ أنا زلمة تبع تجارة، الزلمة كان فوق راسنا، نحن لهنا لنشتغل شغلنا، والمسكين كان عم يفكر إنه عم ينتقم منا. يلا قوم على المستشفى. أي مستشفى آغا؟ أنا بس سمعت هالحكي خلص صحيت. ايه وانتو شو قلتوا له؟ قلنا له قليل، لازم تطلب من زازا 50. ايه لانه الخال زازا البنك المركزي، ما هيك سيد مماتي؟ حتى هيك قليل. شو بتعمل ال25 قدام صديقين لإلنا؟ أهلاك شو طالع يجمع صدقة هذا الشحات؟ القصة مو قصة مصاري وبس، الزلمة عم بيقول لازم تطلعوا من الشغل. كان اسكندر يكره لهذا إرصوي وما يطيقه. في مرة سألته إذا مضايقك كل هالقد هذا الزلمة ليش أنت ما بتضايقه وبتخلص من هالقصة؟ قال لي بعتوا على الجبل حتى يقوصوه هنيك ويخلصوا عليه، وفي بالجبل 9 منظمات وال9 ما حسنت تقتله. هالعتيم الضمير واحد ب9 أرواح. هيك قال لي. اليوم حظنا نوقع مع الناس اللي بلا ضمير، واحد شفناه شخصي والتاني عم نسمع اسمه من زازا. معلم، مشكلة هذا الزلمة المصاري، دخلته بهيك مبلغ كبير من شان يكبر السعر بعدين. ليش هن يا ترى كم شخص؟ مين هو هذا أرصوي لحتى نخاف منه؟ أخي استخف بكل الناس بس بهاد لا. قديش طلعت روحك غالي عليك؟ ماشي قوصني إلي. صح ميماتي، هدول كم شخص بيطلعوا وقد ما كانوا منفجرهم وبنخلص منهم. خلينا نطول بالنا، ما بصير نفجر هلأ، لازم نخلص عليهم بدون صوت. عبد الحي انت دور عليهم وخبر البير خليه يجي بكره. عجيب معلم، مو انت قلت موظف دولة ما بصير نقوصه؟ مع انه كان هالشي بيناسبني كتير. طبعا لازم نقتله، احسن ما نموت نحن يا ميماتي بسبب سحبتين سيجاره. ها قوم جوهر، البل بلش يوصل لدقلنا. بالمناسبة عرفت لك وين عم يصمد عزة مصاريه؟ عم يعمل مضاربة بالأسهم مع هذا تبع البورصة اللي اسمه حرب. سلام خالي. ليش بقي سلام؟ صارت الساحة كلها ساحة حرب، مع اني ما بحب السلام. لو في سلام بخاطركن. شو خالي زازا قال دخلت البورصة، عندك فرصة كبيرة تربح وتدوبل كل شي. أنا من سنين بهي الشغلة. وقديش فرصك يا ترى لتحكي؟ الو، ايه ماشي طبعا معك. ايه تكرم، تحت امرك. ترك المصاري عندي وراح. حلو، يتركها. انت لازم تربحه على مصاري كتير، ربحه حتى يصير يجيب لك مصاري اكثر. بس عفوا انا ما بعرف اتفاهم مع زازا، زلمة غريب كتير. برأيك بتلاقي كل هالمصاري مع واحد مانو غريب؟ الإنسان الطبيعي بيقدر يعمل شي بهالحياة يا سلام. مو هو اللي اجا وسرق لك شغلك؟ ليش عم تتركه واقف على رجليه؟ انت سبق وتفرجت على مصاراة الكلاب؟ لا ما تفرجت. كلاب المصارعة طبعا صعب وما بتقدر تمضي أكثر من دقيقتين معه. لما بتوصل الشغلة للمصارعة تبعهم بتصير غير، ترعاها وبتدير بالك عليها مثل عينك. وقت كنت بعدني ولد صغير كنت ارعى الكلاب اللي ما حدا كان يحب انه يتطلع عليهم، كنت طعميهم. ولما اولاد الضيعة الكبار يجوا بدهم يتقوى علي ويقتلوني، خلي الكلاب تبعي يهجموا عليهم. ومثل ما قلت لك، بعد ما يجيب لك زازا كل مصاري لهون ليستثمرهم،
رح تجيك مصاري مراد علمدار كمان عن طريقه. لك ميماتي نسيت اسألك شو كان صاير مع علوش؟ معلم وأنا كمان نسيت خبرك. قال في مشكلة بالمسالك البولية وقالوا لنا لازم نطهره. شو حلو كتير. ابنك رح يصير رجال على بكير. وامتى رح تعملوا له اياها؟ لو كانت الشغلة برأيي كنت عملت له اياها دغري، بس اختي جولداني المجنونة اصرت انه ما بيصير بلا حفلة طهور. اختك معها حق بهذا الشيء، بس شو رأيك نعملها بين بعضنا بلا ما يسمعوا الناس وبلا ما تصير مشاكل؟ شوف كيف حظ الولد. لولا الظروف يلي عم نمر فيها كنت بعمل له أكبر حفلة طهور بتركيا. ايه بكرة بنعمل له حفلة كبيرة بعرسه. هلا انت ما مليت من طريقة هالحكي مثل جماعة المافيا؟ عابد أنا ما بحكي هيك من شاني، بدي أعمل حفلة حتى مبين إنه نحن ما انهزمنا. معلم شو رأيك نعمل الحفلة بالصيف؟ يعني بالهواء الطلق، نعمل مولد وبعد ما البابا عمر بيعمل المولد بنعمل حفلة عشاء على رمرم. هيك بدك تعمل بعرسك يا عمران؟ الله يقدرنا معلم. خير إن شاء الله. مرحبا سيد عزت. مرحبا بك. تفضل. طمني عنك، كيفك؟ منيح والحمد لله. ما فهمت كيف يعني منيح؟ بحكم العادة صحتنا منيحة. يعني صحتك منيحة حاليا؟ شو صاير يا سيد أرصوي؟ سيد عزت، سمعت انك داهمت مطبعة الشباب تبعنا. أنا ما بعمل هيك شغلات صغيرة. صحيح ما عملتها، بس بعدتن يعملوها. ما بعتت حدا يعملها طول هالوقت، ليش هلأ لأبعت يعملوها؟ لأنك دخلت شراكة مع ناس ثانيين. أنا شريكي واحد ما غيره. إذا بتقصد زازا فهذا ما شريكي أبدا. يعني أسوأ، يعني بيجي الإجير تبعك وبيداهم المطبعة تبعي. أنت ما بتعرفني أبدا يا سيد عزت. مبلا أنا بعرفك كتير منيح. إيه بس واضح إنك أنت يلي نسيتني. أنت مالك عندي أي شغل تحكي معي فيه. إذا مصر تحكي معي بالشغل بتحكي فيه مع شريكي، وأنت بتعرفه كتير منيح، ما هيك؟ شهميران بيعرف يا ترى إنك عم تشتغل مع زازا؟ واضح إنك كمان مانك فهمان علاقتي منيح مع شهميران. إذا علاقتي مع شهميران من شان التجارة وبس، بعملها مع الشرطة، وبعملها كمان مع الجيش، وبعملها كمان مع حرس الطرقات. إيه بس أنا ما بشتغل بأمر حدا. ما عاد رح تشتغل إلا بأمر حدا، وإلا ما رح خليك تبيع باكيت وحدة. وهي كمان مو مشكلتي. هي ما بتقلي إياها إلي، بتقولها لشهميران. اتصل بشهميران واعطيني اياه. بعدك فهمان غلط. أنا ماني ساعي عندك. قول للي تحت إيدك هن بيتصلوا لك فيه. عن إذنك. اتصلوا لي هلا بشهميران. حاضر سيدي. معناتها يا رفيقة بعد هالغيبة اشتقتي لرئيسك، ما هيك؟ اشتقت لكم سيدي الرئيس. وشو جبتي لي من المدينة الكبيرة يا ترى؟ إخلاصي سيدي. معناتها جبتي لي أغلى شي عندك. سيدي الرئيس،
صاحب الاسم الحركي شاب طالب انه يحكي معكم ضروري. رفيقة زوزان، تقريرك باخده منك المرة الجاية. تفضلي. شو خير؟ كأنك عم تتصل لتبلغني انه الجمهورية التركية رح تعمل عملية ضدنا. لا مو الجمهورية، أنا رح أعملها. تفضل تعال، عم نستنى. منشربك عنا فنجان قهوة مرة. أنا لهلأ بشرب قهوة تركية، بس أنت بالمكان عندك ما في غير قهوة من هدول تبعات اللي بيطولوا سوالفهم. في عنا كل أنواع القهوة، حتى في حليب بودرة أمريكي. إذا إجا على بالك بضيفك منه. شاهميران، نحن شلون اتفقنا معك على شغل الدخان؟ هلا لا تلف وتدور علي، قل لي في شي مشكلة؟ عزت تبعك خبصة وتشارك مع ناس مو لازمين. وأنا شو دخلني؟ طالما أنه عم يدفع لي تمن البضاعة اللي عم ببعتها لعنده. عم يبعت لك المصاري تبعي؟ عزت اللي شايفه أكبر تعلم. يعني أنا يا دوب إني عم حصل مصارية، ماني فاضي للمصاري تبعك. داخل شراكة مع مراد على مدار. حلو كثير. هذا عميل، ودائما العميل عنده نقطة ضعف، وبيكون عزت استخدم نقطة ضعفه. شاهميران، يكون بعلمك عزت عم يغلط معي، رح امحيه من الدفتر. ما بتقدر تمحي عزت شو ما عملت. هذا مثل قلم الضابط، إذا بتكتب فيه مرة ما بقى ينمحى أبدا. إذا بدك تفرض عليه عقوبة أنا ما بتدخل، بس ما رح أسمح أبدا بأي شيء بيأثر على الشغل تبعي. عراب شو يا جولدانا؟ وشلون الحلاق بده يعمل له اياها؟ الجراح بيعملها. لا مستحيل، ما بيصير الطهور من دون العراب. ليك اصلا بالزور وافقت انه نعملها بالمشفى، بس ما بقبل بحفله بدون عراب. اختي يلي حابه تعمليه فيك تعمليه مع ابنك. اخي مو مهم ابني عنده ام واب، بس ابن اخي علوش ما عنده ام. الولد اخي رح يتفرج بكره على الصور تبعه لما يكبر، معقوله ما يكون في بايده ساعه وما ينكتب عليها الف مبروك وما يكون العراب تبعه حامله؟ حسني انت عن جد مجنون، كيف عم تقدر تتحمل هالنقاقه؟ صوت جولدانتي على اذني احلى من احلى غنية. منيح، روح اسمع غنيتك خلصني. خدي الليله رح ينام عندكم. ليش في شي اخي؟ لا شو بده يكون؟ بس ليش بده ينام عنه؟ الولد مريض بده يبكي طول الليل، انا شلون رح اعرف كيف سكته؟ اهلا وسهلا، اصلا علوش بيحب بيتنا كتير، مو هيك؟ حاجة تدلعيه مثل البنات، عم ربيك الشبر بندر لحتى يطلع رجال. حسني خد الجماعة على البيت. تأمر أمر معلم. حسني رح ابعت الشباب تبعنا، رح يوقفوا حوالين البيت. علوش تعال عند عمك تعال. اوبا. هاي لك دب كل الفائدة فيها، لا تروحها. ما بحبها. ما بحبها يعني أنا اللي بحب البقدونس؟ بلعها. مو طيبة. ما قلت لي ليش بعت وراك؟ لأنه بيعرف إنه إلي علاقة بهالشغلة. وشو حكى معك؟ عم بيقول ما رح يسمح لكم تبيعوا السيجارة. الله الله، وانت شو قلت له؟ شفتك خالي وقلت لازم بوس ايدك. تسلم ابن اختي. شو اللي بايدك؟ كستنا خالي. حطها. ايه وشلون الشغل؟ معيتك الحمد لله خال. يلا امشي، شو عم تحرس كيس الكستنة؟ يلا روح يلا. تأمر خالي. جوهر مين هذا الصبي؟ مو في هذا تبعك. أي واحد يعني؟
تبعنا اللي طعمانا. يعني هذا تبع بكر هداك. مظبوط غالي. ايه وشو قال لك بعدين؟ قلت له انت بتتفاهم معي بس ما رح تقدر تتفاهم مع شريكي. هذا هو الحكي. ما تاكل كستنة؟ لا ما باكلها صحة. زازا انتبه على حالك، هذا الزلمة كثير خطير. قديش حلوة قطعة الكستنة تبعه لهذا تبع بكر. مشان هيك ما بقى فيها قشرة أبدا. ها أنا ما أحب الكستنة اللي بضل فيها قشر، بتعزز النفس. إذا جزم الأمر بيروح ابن أختي وبيذبحوا لهذا قرصوي. انت اشتغل على كيفك اخي زازا. انبسطت منه لهذا سلام؟ لك ايه ماشي حاله هذا المضارب، هيئته ماله قليل، راح يكسب خاله مصاري كتير. ان شاء الله على خير. انبسطت بشوفتك. يلا خاطركم. شو رح تعمل بقرصوي خالي؟ رح ندفع له مصاري. 25 مليون دولار؟ ليش؟ هي مصاري بالنسبة لك؟ معي أنا ال5 قروش مصاري، أما مع ميماتي وعبد الحي ال25 مليون ما هنن مصاري، ما هيك خالي؟ كول جوهر شغل لي مخك، أحيانا بيوقف وما بيشتغل. إذا هذا الزلمة وقف لنا بس شاحنتين بنكون خسرنا 30 مليون دولار على القليلة. شايف خالي؟ بدقيقتين كسبنا 5 مليون على القليلة. كول يتلم لي وثك أنا، يقبرني ذماله. شو صار معكم شيء؟ لا، شو بده يصير؟ عابد دبر محل تاني وبكره انتقلوا عليه. المعلم قال ابقوا هون، بس إذا بيقول دبروا محل بكره مندبر. فهمني منيح، رح يجي قرصوي ويداهم البيت، رح يروحوا فيها الجماعة على الفاضي. بس نحن ما رح تكون ايدينا مربطة. استدعيت جماعة المخابرات على العدلية وما اجوا. لا تهتمي، بس هوية الرجال معي، إلا ما يجي مشان ياخدها مني. ليلى هدول معهم 1000 هوية وهوية. شلون يعني؟ الواحد بيكون معه هوية واحدة، يعني رح يفرجيني هوية مزورة؟ عزيزتي ليلى، الحادثة صارت وخلصت، فلا تضغطي على الجماعة بهي الطريقة حتى هن ما يرجعوا ويضغطوا علينا. إذا ما طلع صوت من الجماعة معناته خافوا من ليلى ومن اللي ممكن تعمله. اترك بنتي تعمل اللي بدها اياه يا ابني. طبعا هدول اصلا جماعة جبناء كتير، بس يشوفوا قدامهم مرة بيخافوا دغري، ما بقى بيعرفوا شو بدهم يساووا. الجماعة ما بيخافوا من مراد على مدار وبيخافوا من مدعية عامة. أخي حكمت، شو رأيك تبلش تاكل؟ ليك نازل وزنك ويا حرام قالب على ربعك. كل واحد بيعرف شغله. معناتها أنت لا تتدخلي بشغل مراد، لا تشوفي حالك لأنه كم شرطي بيوقفوا قدامك باستعداد. الزلمة عاش حياته مع هدول.
انت ليش ما بتدخل دورة بكالوريا؟ بلكي بتنجح وبتدخل كلية الحقوق، وإذا تخرجت منها ما رح يلاقي مراد محامي أحسن منك. والله حكيها مزبوط يا حكمت. انت واحد قريان كتير، دروس وادخل الكلية. لا أنا قاعد عم بدعمك وأنت عم تتمسخر علي. ماشي، أنا صرت مع ليلى، بكرة استدعي الجماعة، وإذا ما إجوا روحي وداهمي مكاتبهم. أساسا هذا اللي بدي أعمله. ايه اعملي انت، اعملي يلي بعقلك. تقبل الله بابا عمر. آمين يا بنتي. شو بدنا ناكل؟ عاملة اليوم أكلات بزيت الزيتون. قلي بابا عمر، أنت ما بتفوت صلاة أبدا؟ هلأ الواحد بفوت على حاله لقائه مع حبيبه لك بنتي. ليش مو ماما نازك هي حبيبة قلبك يا بابا؟ نازك هي هدية من الحبيب. بابا حلو شرحك للصلاة بهي الطريقة. أنا عم روح يوم الجمعة مشان أشوف الحبيب، بس ما حسيت حالي إني معه. إن شاء الله بصير تحس يا ابني. إن شاء الله. الصلاة فيها متعة، مثل ما بنتي بتستمتع بمهنتها اللي عم تشتغل فيها، ومثل ما ابني بيعشق مهنته اللي عم يشتغل فيها. أنا عندي الصلاة متعتي. مثل ما الإنسان بيحضر حاله للموعد مع حبيبه وبيعتني بحاله، أنا بحضر حالي كمان. بنفعل كتير، بلبس أحلى تياب عندي، بنظف حالي وبوقف بحضرته. وأهم خصوصية بتميز علاقتنا مع هذا الحبيب يلي بيقدر يعرف شو في بالقلوب وبالنوايا، إنه نكون مخلصين لكل مواعيدنا معه، ونكون صادقين بحبنا إله، نذكر اسمه بكل لحظة وبنذكره بكل محل. لما بتخطي خطوة ناحيته بيخطي ناحيتك 10 خطوات. بابا عمار، الحقيقة لولا قصة الوضوء الصلاة ما فيها شيء. بصلي 5 أوقات و10 أوقات كمان. ابني مراد، لولا الأعداء يلي بوشك كانت إدارة البلد إدارة سهلة، ما هيك؟ ايه والله يا بابا. ولو التزموا الناس كلهم بالقانون قديش سهل. يا ريت. وقتها شو رح يكون معنى خلق الإنسان؟ شو هدف حياته؟ إذا ما كافح الإنسان، إذا ما تعذب ليلتقي بحبيبته، شو معنى ينحب وشو معنى يحب؟ الحب إنه يعطي. شغلتك بسيطة كتير يا حكمت، بتتعود على المي وبتخلص من هالشغلة. بس لقلك ياها من هلأ، قد ما ضليت عم تهرب من المي ما بيدفنونا بدون ما يصبوا علينا المي آخر مرة ويغسلونا من الوسخ. ما في مهرب. علي، يعني عم قول بعد ما ندفع المصاري خلينا نركب على كتاف عزت ونطلعهم منه. مو هو السبب هي المشكلة؟ جوهر، شو راح تركب على جحش خالتك؟ شو بدك تركب؟ بيننا وبين عزت شراكة قوية، لا تحاول تخربها شو ما صار. رح اقول لك اياها من الاخر، نحن لازم نفرغ تعصيبنا من هي الشغلة بشي محل. إذا بيسمعوا بالشارع إنه الخال زازا دفع عتاوي 25 مليون، حتى بياع الكستنة رح يطلب منا مصاري. هذا تبع بكر؟ عم بضرب مثال خالي، وقال هالولد بيحترمك كتير. يعني أنت بدك يعني إلا ما فضي نرفزتي هلأ بتبع بكر وخليه عبرة لمن اعتبر. هلا شو ذنب هالشاب يا خالي؟ استنى لكان ندفع المصاري وببلش ببياع الكستنة وبيطلع شوي شوي لفوق. 20 مليون. نجدت، افتح الشنتاية وخذ كم رزمة وحطن بجيبك، أكيد ما راح يعدوهم. طمان خالي، أصلا أخذت منهم. شايف كيف جوهر؟ على أكل الكستنة صار عقله يشتغل مثل النار، صار يعمل 200 بالتنكة. لك سوق بسرعة قبل ما تفضل شنتاية من المصاري.
كبير. السلام عليكم. تفضل سيد شرف. شكرا جوهر. ماشي. سمعت انك قايل للجماعة انه صارت مشكلة بسببي. تعرفني انا ما بحب المشاكل. بما انه صار في مضايقات، انا ما بحب يلي بعزن انه يتضايقوا من وراء مشاكلي. ها هاي جبتن. انت قلت 25 مليون، بس كل شنتاي نقصت 2.5 مليون. مو مشكلة، بالهنا ان شاء الله. شلون ما كان رح نشتغل معك وبناخذ ال5 الباقيين ان شاء الله. ان شاء الله. هدول بقى بعتوهم اصحابك ولا انت جبتهم لانه اصحابك راسهم وجعون؟ ما تواخذني، بس انا اصحابي جماعة ما بيردوا على حدا وما بيدفعوا مصاري لحدا. مستحيل يدفعوا لحدا. بس الواحد بفكر وبيقول مو منيح انه الناس يتأذوا بسبب غلطة اصحابهم. شو الحكمة؟ يعني مثلا اذا لا سمح الله صار عليك شيء، يعني صار عليك شيء لا سمح الله، ها؟ بسبب غلطة مني، مو منيحة ابدا. بالنتيجة عنا هي التجارة، ما هيك؟ فكرت صح يا سيد شرف. غلط انه يموتوا الناس بسبب شوية مصاري. ايه. محيت اسمك من القائمة. قائمة شو؟ وشو هي القائمة؟ عزرائيل عطاني قائمة وقال لي بعت لي هدول بدي اياهم بسرعة، وانا سجلتهم عندي حسب ما حفظتهم. جوهر مور خال. خذ الشنات يا ابني. أنا بعز أصحابي كتير وبحبهم. إذا ما بتمحيهم من القائمة ما في هدول. أنت أحسن شي تكتب اسمي براس هديك القائمة تبعك. سلم لي كتير السلام على رفيقك عزرائيل. هو بيعرفني منيح، بس لا تقول له شرف بيسلم عليك، زازا بيسلم عليك. ها؟ ايه؟ حتى يعرف مين بالضبط، ما يخربط. حضرة المدعية، قال مدير الادعاء انه بده يجي يزورك. جاي هلا؟ ايه هلا. ايه تفضل. أهلا وسهلا. شلونك حضرة المدعي؟ الحمد لله حضرة المدير، تفضل. أنا يمكن مقصر معك، تأخرت برد الزيارة، بس بتعرفي الشغل. مو بيناتنا سيدي، حضرتك شرفتني بزيارتك. شو مضيفك؟ طلبت من رمضان قهوة وقلت له يجيب لك إلك فنجان. أنا بشرب فنجان باليوم، بس لهلأ لسه ما شربته. تعودتي؟ طمنيني، عندك شي مشاكل بالشغل؟ الحمد لله ما في سيدي. الزملاء الله يعطيهم العافية عم يساعدوني منيح، ما عم يقصروا. أمنت لك سكن خاص وطلبت ينقلوا لك أغراضك. حاليا ما عم فكر بالسكن الخاص. في جماعة إلهم معزة كبيرة
وحاليا ساكنة عندهم. طبعا الخيار إلك، بس الشخص اللي قاعد ببيته ما بيناسب مقامك حضرة المدعي، رح يجيب لك مشاكل كتير. ليش صاير شي؟ في شي سمعانه؟ عم قل لك حتى ما يصير شي بعدين. اسم مراد علمدار اسم كبير، اللي بيحبوه واللي بيكرهوه كتار كتير، ورح يضايقوك كتير من خلاله. بس أنا ماني ساكنة عند مراد علمدار، أنا ساكنة عند أهله. أصلاً أنا قضيت دراستي عندهم. اللي نقلوا لك هالشي ما قالوا لك هاد الحكي؟ بعرف حضرة المدعية، بعرف. صحيح انه بناء العدلية جديد كبير، بس ما بتخبى في شيء. كل واحد منا بيسمع شيء وبيحكيه، وطريقة منع هالشيء صعبة شوي. ما علينا، بتمنى لك النجاح مرة تانية. شكرا سيدي. ايه، الطلب اللي يتعلق بالسيد أويصال وصل لي اياه الوكيل من شوي. وقت تجيكي قضية مع السيد أويصال أو مع أي وحدة ثانية من وحدات أمن الدولة تنقلي لي إياها. بس سيدي، قبضت عليه متلبس عم يمارس التعذيب. حضرة المدعية، أنت رحتي وداهمتي مكان تابع للدولة مع شخص مطرود من الدولة. هذا شيء ما مألوف، كان ممكن يصير معك مشكلة هنيك. لهيك أنا سكرت هذا الموضوع، وأنت كمان بتسكريه. شلون علقتوا مع هالزلمة يا عبد الحي؟ نحن ما دخلنا، هو الزلمة اجا وعلق معنا. العلقة معه وسخة، لازم تلاقوا أي طريقة تحلوها معه، لأنه صعب كتير عليكم تقتلوه. ليش صعبة؟ شو معه؟ شو عم يدور بالدبابة؟ يلي بالدبابة بينقتل، المشكلة بوقعتكم بالسجن. انت مفكر أويصال ما عم بيلاحقكم؟ ما رح تقدروا تقتلوه بالسر، الكل رح يعرفوا شو صاير معه ورح يتهموكم إلكم. كنت تقول نفس الحكي عن اسكندر. لما قتلتوا اسكندر يا عبد الحي كنتوا على راس التشكيلات هي أولا، وثانيا كانت الدولة بالأساس شاطبة على اسكندر وصارت بدها تصفيه. وحتى اسكندر بتعرفوا قديش كان صعب قتله هي ثالثا. لكان ممكن تعدلي 3 طرق نقدر نقتل فيه إرسوي؟ بيته ومحل ما بيقعد وكل شيء. اتركوا المحلات اللي بيقعد فيها، أكثرهم مناطق محظورة. أنظف شيء تخلوها تبين كأنها حادث، بدكم تقتلوه هو جوا سيارته. بدنا نعذبك تجيب لنا شوية معلومات قبل ما حدا ينتبه. أي سيارات بيركب، وين بيعمل صيانة السيارات تبعه، ومين عم بيتابع هذا الشغل عنده. تفضلي حضرة المدعية. اتصل لي بجماعة المخابرات كمان مرة، ليش لهلأ ما عطونا خبر؟ حضرة المدعية هن أكيد رح يجوا، ما في لزوم نستعجلهم. رمضان، تعمل اللي بقلك عليه. حضرة المدعية مدير الادعاء حساس بهيك مواضيع، وحضرتك بعدك جديدة. عندك أوامر تانية إلي سيد رمضان؟ أستغفر الله حضرة المدعية، مثل ما بدك. ميماتي، ما لازم نعمل حفلة كبيرة مشان ابنك؟ ما في لزوم ذو الفقار آغا، بيوم زواجه إن شاء الله. إن شاء الله. رغم هيك حابين إنه نكون جنب ابنك مشان الواجب. طبعا ذو الفقار آغا، الشباب عنا رح يرتبوا شغلة صغيرة بالمشفى.
بمين مفكرين يكون عرابه؟ ليش في بالقصة عراب آغا؟ العراب عنا شغلة كبيرة، في صديقي وفي ابني وفي عرابي. بما انه هيك بشرفني. عرابي شو القصة؟ ها؟ تعال تعال. عراب شو لك زازا؟ أنا رح كون عرابه لعلي ميماتي. ها؟ بدك ما تأخذني أغا؟ صرت قايل أنا العراب ومش الحال، خلصنا. ها؟ شوف، خلص أنا اشتريت الساعة ولبستها كمان. ها؟ هي يلا نقي واحدة من التنتين، أي واحدة عجبتك؟ زازا عود بالأول واتركنا من قصة الساعة. الله يعلم هي ساعة مين. عادي، هي ساعة المعلم أعقوب. تعرفها شيء؟ هي ساعة الخال أعقوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذي الفقر آغا، لسه مصلحين علاقتنا من جديد. بلا ما نزعل بعضنا مشان هي الشغلة، مو حلوة. لو ماني اخذ كلمة قبلك كان وقتها معك حق، بس الكلمة بتطلع مرة واحدة. طولوا بالكم، شو بكون؟ شو بده يطلع من الطهور تبع الصبي؟ بس يعني أنا قال لي ميماتي مشان هيك. ما قلت لك شي زازا؟ لا تقولها، معناها هيك. مالك قايل لي إلي وقايل لذي الفقار آغا. لا لا لا، يعني ما بتصير شغلة العراب بيناتكم سوا؟ لا ما بصير. أنا ما بحب الشراكة بشغلة العراب. شراكة بشو؟ منيح اجيت، تعال ساعدني. رح يعلقوا اتنين ببعضهم، كرمال الله احكي معهم كلمة. يكون اتنين عرابين لعلي ميماتي، شو فيها؟ لا ما بيصير. ها شفت؟ بدي اسألكن، هلا حلوة هيك؟ شو قصدك يا سيد مراد؟ انتو كبار وبتفهموا بالاصول، ورجال بتفهموا بالعادات والتقاليد. حلوة منكم تطلبوا تكونوا عرابين بوجودي؟ ايه والله، انا ما خطر لي ابدا انك حابب تكون عرابه. لا شو هالحكي؟ انت بمقام عمو للصبي، اتركني انا اكون عرابه. عندي ابن اخ واحد وما في غيره. بعدين انا اشتريت ساعة جديدة. انت اشتريت ساعة ولا هي ساعة قديمة؟ طيب شو جيب له هدية لكان؟ هي فكر فيها لحالك. خلص يمكن لقيت لك اياها. انا هلا بعلق لوب لعلي الصغير، وبعد 20 سنة الله اعلم شو بصير بهذا اللوب. بصير مليون. زازا، ها؟ شو هذا اللوب يعني؟ ما بتعرف ما هيك؟ هي بالمضاربات. شغلة السندات خلص انتهت، هلا في لب. طالبتنا حضرة المدعية. انتوا جايين مشان الهوية؟ نعم ابني. لحظة واحدة. الست المدعية بانتظاركم. أنا ما طلبت حضرتك، أنا طلبت الشخص اللي أخذت هويته. أنا إرسوي إلوبي. هذا الشخص اللي عم تحكي عنه بيشتغل تحت أمري. كتير منيح بهالحالة إنك أنت اللي إجيت. تفضل. شو حضرتكم مفكرين حالكم تقدروا تعملوا اللي بدكم إياه بالبلد لأنكم مخابرات؟
ومين بتكونوا لتداهموا بيوت الناس هيك؟ وتلاحقوا الناس بدون ما تاخدوا إذن منا ولا تصريح. نحن شو عم نشتغل هون؟ أنا جاي مشان أحكي معك، ماني جاي اسمع بهدلة. انتبهي لأسلوبك بالحكي. أنت عم تحكي معي هيك بصفتك مرة، لأنه ما في رجال بيحسن يحكي معي هيك. أي مرة يا محترم؟ عم يحكي معك حدا أعلى منك. أنت مو أعلى مني ولا شي. جاي اسمع مشكلتك. احكي، بدي روح. لا يا بتحب اطلب لك سيارة وانت رايح؟ ما بتروح إلا وقت اسمح لك، وإذا ما قلت ما بصير تروح حضرتك على أي محل. آسف حضرة المدعية، تفضلي عم اسمعك. الجماعة تبعك وينهم؟ الجماعة انقتلوا. شلون انقتلوا؟ فيك تقولي تصفوا. بس نحن ما وصلنا شي عن هذا الموضوع. معناتها انتم ما بتعرفوا كل شي، ومعناتها ما كل شي بيصل للعدلية. ومين اللي قتلهم؟ مراد علمدار. شو انت جاي عم تلعب علي؟ أنا تركت اللعب من وقت عمري 7 سنين. سألتيني سؤال وأنا جاوبتك، وهلأ عندك شي سؤال تاني؟ مين قال لك انه مراد علمدار هو اللي قتلهم؟ هو يلي قال لي. انت عم تكذب، ورح اعرف كيف دفعك ثمن الكذب علي وقلة احترامي. مثل ما بدك. أنا قلت اللي بدي أقوله، لا بقى تخليهم يتصلوا كل شوي فينا. نحن ما بنشبه جماعة الشرطة اللي بتشتغل تحت أمرك. اقعد محلك. عم قلك اقعد. رح يجي مراد علمدار ورح تواجهه شخصيا بهذا الحكي. معناتها رح أقعد. أهلين بالسمينة. مراد ممكن تجي بسرعة لعندي؟ شو صاير؟ لازم تجي بسرعة على العدلية. ما بقدر احكي على التليفون. شو انت جنيت يا زلمه؟ انت شو عم تحكي؟ انت شلون طيب ليلى، ما فيني اجي بعدين؟ استنى شوي. فورا رجاء. ماشي حاضر، أنا جاي. عبد الحي بدنا نروح على العدلية. ميماتي خلص بنلتقي بالمستشفى. صاير شي معلم؟ ليلى بدها ياني بس ما بعرف شو فيه. بمر ومن هنيك بروح. معلم إذا فاضية تتفضل تحضر الطهور. ماشي ميماتي. أهلا وسهلا. أهلين. بالإذن لازم روح. جاوبني. أنا قلعتك من هون شي؟ ايه طبعا. عمران، شفت حدا قلعته أنا بهالحياة رجع وقف قدامي وحكى معي؟ طبعا معلم. عندك شغلة حلوة إنك مستحيل تأذي أي مرة. ميماتي، إذا أنا بيوم من الأيام قلعت ابنك من المحل شو بتساوي؟ إبراهيم شو هالحكي؟ لما بنتك اجت ما كان الوضع مناسب، كان الجو متوتر. بنتي إذا أنت حساسة وبتزعلي بسرعة روحي اشتغلي بتتر أغلو القابضة. نحن ما بنحكي باليا عيني ويا روحي مثل الناس يلي متعودة عليهم. أنا ماني زعلانة من شي سيد ميماتي، بابا يلي زعلان. شوفوا مين زعل، الدب؟ انت بحياتك كنت مهذب مع حدا؟ حميد ربك عندي طهور الولد، ولا كنت بعرف شو رح اعمل معك. هلا انا الدب ولا انت يلي دب؟ ابنك عنده طهور وانا مالي خبر. ليش انا مالي شريكك؟ وشو رح يصير اذا عرفت حضرتك؟ بدك تصير العراب؟ اذا لازم منصير. كنا جبنا عيار 8 هدية لابنك. عن جد بدك تشتري سلاح هدية للولد؟ بنتي عيار 8 كتير صغير قد الكف ما بيقتل. بابا هذا بعده ولد. هذا ابنه لميماتي. شو دخل؟ ليش انا سبق واشتريت لبنتك دب لعبة؟ يلا بنتي تفضلي معنا، بتبوسي جبينه للصبي ليجي حظه. ايه اكيد،
بس مو معقول تقلي بنتي. ميماتي، مو قلت لها بنتي؟ حابب ضمك بين ايدي وغرقك بالحب وبوسك من راسك. هذا الجو اللي بدي اياه لبنتي. من هلا ورايح حتى لو قلعوكي ما بتتركي هذا الشغل، والا بغير معاملتي معك. لا تقولي ما قال لي، عند اللزوم بعصب. إرسوي هون. حضرة السيد هون قال شي بيتعلق فيك. شو؟ هذا اللي طلع معك جاي تقدم بلاغ يا إرسوي؟ سألتني حضرة المدعية عن اللي صار بالرجال تبعي، وأنا قلت لها الشيء اللي أنت قلت لي إياه، وإلا أنا ماني متضايق عليك. أنت يلي قتلت هدول العالم؟ عم تسأليني هذا السؤال بصفتك صديقة ولا مدعية؟ طبعا بصفتي مدعية. أنا ما عملت لحدا شيء. لكن كنت عم تتمنفخ علي بأنك هيك قتلتهم وأنت اللي قتلتهم، ما هيك؟ أنا بحياتي ما بتمنفخ بالرجال يلي قتلتهم مثلك. مراد، أنت قتلتهم ولا ما قتلتهم؟ بعتقد إنك أخذتي جواب حضرة المدعية. أنا كنت مفكرك رجال ومستحيل إنك تكذب، بس طلعت غلطان. على كل بفهمك. النسوان بيخربوا كل تركيبتك. شوف، أنا ما بيصير لي شيء، لأنه بالأساس تركيبتك خربانة، بس أنا رح صلح لك إياها، لا تشغل بالك. سمعاني حضرتك؟ عم يهددني، بس أنا ما رح أدعي عليه لأنه ما بيقدر يعملها. أما أنا فبقول اللي عملته وبقول اللي رح أعمله. هذا عنده صديقين، واحد عبد الحي والتاني ميماتي. هدول الاثنين رح أقتلهم مشان تعرفي. أنا هون قدامك، فرجيني حالك، لا تقرب على رجالي، أنا وأنت. بصراحة كتير جاي عبالي قتلك، بس أنت اللي قتلت رجالي. أنت اللي فرضت القاعدة وأنا التزمتها. شو جنيتوا لحتى تهددوا بعضكم قدامي بالقتل بهالطريقة الوقحة؟ شو بدك تعملي؟ بدك توقفيني؟ أنت قتلت رجاله لهاد؟ عم تسأليني بصفتك صديقة ولا مدعية؟ بصفتي صديقتك. أنا ما عندي صديقة بهالحياة ما بتصدقني. برافو عليك يا علي ميماتي البطل، ما شاء الله ما بكيت. شوفوا الرجال، شوفوا. ما شاء الله ما شاء الله. عيني عليك باردة. ما شاء الله.
ما شاء الله، الله يحميه. ما شاء الله. مبروك علي ميماتي. بس لو كنت كبير شوي قديش كان ارتاح بالي. بابا لك يا اختي ليش عم تبكي؟ لو امه المسكينه شافتها اليوم الله يرحمها. انتو ما بتعرفوا. كأنك كنت بتعرفي المرحومة. خلص بقى. هات الساعة. هاي الساعة يوم اللي بتصير شاب بتفكها من ايد ابوك وبتلبسها انت. رح تقول كان عندي عم حبني، وانا رح امشي بالطريق اللي مشي فيه عمي، وانا رح يكون عندي اصدقاء بالفعل مثل عمي ومثل ابي، وانا كمان رح اخدم الوطن مثلهم تماما، ورح اقدم روحي بخدمة هالامة. معلم فرحت لي قلبي. وأنا ضميت 33 حجر مشان علي الصغير. بتقول يا حسد بعد عني وما يجيك هم وما تتحسر على شيء وما يصيبك قهر. هلا بعد لك 33 شغلة بس هيك بيطول الموضوع. ها ليك راح اقول لك شغلة واحدة تسحبها ابن أخي. هي المادنة. شوف هلا إذا بدك تسبح فيها تسحبها لهي. ماشي؟ ها ايه. ميماتي ابنك طالع لإلي. ليك شفت شلون بيشدوا الأذنين؟ ايه وهذا بيلبق عليك يا علي، بيلبق على اسمك. ما في مثل علي شجاع، ولا في مثل ذو الفقار سيف. الله يجعل سيفك قاطع، يجعل من نصيبك يا ابني انك تكون ضد الظالم وتنصر المظلوم، وما يعيش سافل قريب منك. عيار الثمانية تبعك عندي، لما بتصير ب18 بتاخده مني. نحن ما عشنا طفولتنا، انت عيش طفولتك وانبسط حتى تكون كبير بشبابك وما تعمل شغلات تبع مراهقين. خبرني شلون علاقتك بمراد علمدار. منيحة سيدي، صايرين عم نلتقي كتير بهالفترة. شو عم يعمل من تحت لتحت؟ عم بيحاول يكسب مصاري كتير حسب ما فهمت. وانت يا ترى عم بتساعده؟ لأنه صديقنا المشترك غريب عن هاي المواضيع. ايه عم ساعده سيدي، صدقني اني عم حاول قد ما بقدر اني ساعده مشان يكسب مصاري بطريقة غير شرعية. ما عم بفهم على جماعة المخابرات التركية، بيشتغلوا سنين بدون ما يفكروا بالمصاري، بعدين بس يتقاعدوا بيقولوا لحالهم وين المصاري، وبيصيروا يدوروا على الشغل المو شرعي. لما منكون بالدولة منقول شلون ما كانت الدولة إلنا، ومنفكر إنه اللي بتكسبه الدولة مكسب لإلنا، ولما منترك شغل الدولة منقول الدولة طلعت مو إلنا، ومنفكر إنه طريق السيطرة على الدولة هو إنه نكسب مصاري كيف ما كان. عم بتفكروا منيح. سمعت إنه بنت إبراهيم فليد تركت داود وبلشت تشتغل معهم. مزبوط سيدي، بس عم تشتغل بالشغل الشرعي.
ضايق البنت شوي، بس لا تعصبوا لابراهيم فليت. طيب ليش سيدي؟ حتى يتعودوا على النسوان. إذا بتضغط عليها شوي رح بيدخلوها جواتهم أكتر، والوسط يلي بتدخله المرأة بيصير طري، وبيتغيروا الناس، وبيصير بدهم يكسبوا مصاري أكتر. قلبي علوش. حسني وصلهم للسيارة. صرت انت كبير بتأمر يا معلم. الشباب بالبيت ما هيك؟ ايه معلم. منيح، المسا رايحين لعند بابا عمر ولا مرتك؟ حاضر معلم. أنا الحمد لله منيح معلم، بس لو تأمرهم للجماعة يحمموني حاسس حالي كتير وسخ. بس يا تركي انت رجلك بالجبصين ما بصير تتغسل. بس إذا بقيت هيك بخاف موت من الميكروبات. مين بيموت من الميكروبات يلي جواته يا تركي؟ كن خلصنا بقى. بدك تغير المحل يا سيد مراد؟ ايه لازم، الكل عرفوا محلنا وهالشي مو منيح. استدعاك شي ارسوي؟ لا، وانا مستغرب من هي الشغلة، مع انه بالزمانات ما كانت على قدنا سيئة. ما شاء الله، بالفقار انت بتتفاهم مع كل الناس الا اذا كان الواحد وسخ على الاخير. مع مين ممكن تكون علاقة هذا الزلمة منيحة كرمال الله؟ مثل الحية. زازا انت من وين بتعرفه؟ لتكون التقيت فيه لارسوي. ما في داعي نشوفه بعيوننا لنعرف انه هالزلمة مثل الحية. تفهم هالشي من فحيحه. ان شاء الله معافى. وينهم جماعتنا؟ عاملين حفلة طهور لابنه لميماتي. طهور وما عزمونا؟ عيب عيب، كأنه هدول ما تربوا بهالدولة. معليش خلينا نحن الكبار لنروح نعلق قطعة ذهب. ان شاء الله انا كمان يلي رح لبسك طقم عرسك يا علوشتي. يا حبيب قلب عمتك. اخ يلا لشوف. ها نتصل بعلوش الكبير نحاكي. ها شو اخي؟ شو امتى رح تجوا؟ خلص جولدانا رح نجي، لا تبلشي الناق. ما بده علوش يبوس ايد بابا عمر؟ رح يبوسها. مشان علوش يقدر يبوسها ما تتأخروا بالجاية. جولدانا ادعي ربك يجيكي بنت، إذا إجاكي صبي رح ورجيكي شو يعني الحفلات. خلص جايين. دخيلك انت وعقلك، قديش انت طيب ومجنون. شو ما اجاني من الله رح كون مبسوطة، مو هيك علوش؟ حبيبي انا. ليك اجى علوش الكبير. ايه عفوا مين انت؟ أنا إرسوي أولوبي. شوف في مين بدك؟ ميماتي بالبيت؟ مانو بالبيت. إمتى بيجي؟ ما بيجي. بيجي. ليك ما بعرف مين انت وشو بتشتغل، بس رجال اخي ليكن واقفين قدام الباب. بعرف، قتلتهم ما عادوا موجودين. ليك انا رح اتصل باخي هلا. بس التليفونات ما عم تشتغل. اذا انت حرامي لاعطيك مصاري. أنا مالي شغل معك، روحي قعدي بالزاوية واقطعي صوتك. بعدي
هذا ابنه؟ معناتها بدك تصير رجال يا صبي. هون لكن غرفة السيد المحترم؟ أنا ما بدي أقتلك بصراحة. أنا بس رح أقتل أبوك، وأنت رح تربى يتيم الأب، وإلا ما تطلع لأبوك. وبعد 15 أو 20 سنة رح توقف قدامي وتقول لي أنت قتلت أبي، وأنا بدي أقتلك مشان تار أبي. ليش لا استناك؟ تتصل 1000 مرة، ولما نحن بنتصل ما بترد. عم تتخذ موقف معلم؟ شو أنا حسني حتى تاخذ موقف؟ معك حق معلم، مرتي حبيبتي ما بتتخذ موقف غير مني أنا، الحمد لله. دخيلك. شو وين الحراس اللي هون؟ كانوا هون معلم. خليك منتبه.
ابني علوش. علي، علوش. علوش.